هنعمل بقى النهارده شوية مخلل يستاهلوا بُقِّك، حاجة كده بسم الله ما شاء الله زي العسل، والمَيّة كمان بتاعة المخلل سُكّر. يالّا بينا نشوف هنعمل المخلل دوّة إزاي. وعايزة أقول لِك مخلل شهر رمضان مختلف تمامًا عن طول السنة. أول حاجة هنسمي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. إزاي مَيّة المخلل تطلع معاكِ مسكّرة وطعمها حلو والملح مضبوط بالملي. تعالي بقى كده وأنا أقول لِك. أول حاجة طبعًا هاقول لِك على الخضار اللي إحنا هنستخدمه، بس الأول هاجيب معايا واحدة فلفل رومي أحمر كبيرة كده، علشان خاطر هي دي اللي هتخلّي المَيّة بتاعة المخلل مسكّرة وطعمها حلو جدًا. طبعًا هنضربها في الكبة كويس جدًا لحد ما تنعم معانا وتقول بس كده كفاية، بالشكل دوّة كده. هاجيب مصفى واحطها جوّه المصفى واحط عليها نُص معلقة من الملح. وهاقلّبهم مع بعض كويس جدًا، لحد ما تبدأ اللي هي تنزّل المَيّة. هاركنها بقى على جنب، بس في الوقت دوّة كده أنا هاجيب معايا حوالي ربع كيلو من الفلفل الأحمر، وهاخد منه معلقتين. ممكن أنتِ تستبدليه خالص وتستبعديه من الوصفة بتاعتنا، الفلفل الأحمر الحراق. لو أنتِ مش حابة خلاص ما فيش مشاكل، بس أهم حاجة الفلفل الأحمر الرومي. حطيت كله على بعضه وحطيت كمان نص معلقة الملح وبدأت اللي انا اقلبهم مع بعض بالشكل دوت. هتسيبيها كده على رخامة المطبخ عندك لمدة ربع ساعة عقبال ما نخلص، هتكون نزلت المية بتاعتها كلها. في الوقت دوت بقى هكون محضرة معايا الخضار اللي انا هستخدمه. هستخدم جزر وخيار وفلفل حراق وقرنبيط وكمان لفت. اللفت موجود لسه لحد دلوقتي في الأسواق. كمان ممكن تحطي ليمون وزيتون وبصل، بس انا عشان مخليلاهم لوحديهم هقولك انا هعمل ايه دلوقتي. قطعت الجزر بالشكل دوت كده، وطبعا مقطعاه رقيق جدا علشان خاطر يستوي معايا بسرعة. انا عايزة اكل من المخلل ده بعد 10 ايام بالظبط. طبعا الخيار عكس الجزر، الجزر بيستحمل لكن الخيار روحه قصيرة وهيتهري بسرعة، فطبعا تقطعيها سميكة شوية علشان خاطر ما يتهريش منك بسرعة. وممكن كمان تسيبيها زي ما هي لو انت خايفة، بس ما تخافيش مش هيحصل له اي حاجة خالص، وهتلاقي نسبة السوى بتاعة الخيار زي بقية الخضار. في الوقت دوت بقى كنت غسلت اللفت كويس جدا وقطعت كمان منه كده الحاجات اللي بتبقى موجودة فيه من بره، وبعمله كده الحجم اللي انت شايفاه دوت. عايزة تعمليه صوابع طويلة زي البطاطس براحتك، مش حابة اعملي زي ما انا عملت كده. بحب ان انا اقطعه كده مكعبات على قد الخضار اللي انا عاملاه ويبقى كله شكل بعض. وكمان القطمة كده تبقى صغيرة وجميلة ما ترجعش تاني في طبق المخلل. هخلص كمية اللفت كلها بالشكل ده. في الوقت دوت بقى تعالي نشوف القرنبيط احنا عملنا فيه ايه. القرنبيط انا قطعته زهرات صغيرة جدا على قد البق بالظبط، مش كبيرة ولا اي حاجة. وحطيته في مية على النار، اول ما المية غليت من غير اي اضافات نزلت بالقرنبيط وعديت من 1 ل10 وبعد كده شيلته. مش هياخد منك وقت خالص. وتنزلي عليه بمية من الحنفية علشان خاطر ايه، ما يكملش عملية السوا بتاعته. تمام كده تمام، وتسيبيه يتصفى. في الوقت دوت بقى انا كان عندي شوية كده حلوين من المخلل اللي هو الليمون المعصفر والزيتون كمان حطيتهم معاه. لو انت حابة وعندك مفيش مشاكل، لو ما عندكيش تقدري تستبعدي الموضوع خالص من الوصفة. وتقدري كمان تجيبي نص كيلو من الليمون وتعصفريه كده بسرعة، تسلقيه على النار وتحطي فيه العصفر وحبة البركة، والموضوع هيبقى جنين. جبت بقى معايا الفلفل الاحمر اللي احنا صفيناه، وخدته كده الطفل بتاعه وحطيته على الخلطة بتاعتنا دي. وطبعا الليمون اللي انا حطيته والزيتون في حبة البركة. لو انتي مش حاطة ولا ليمون ولا زيتون هتحطي حبة البركة كده، هيدوا لون ويعني هيدوا شكل حلو جدا زي المخلل اللي بيتباع بره. قلبت كله مع بعضه، وكمان حطيت فلفل حراق بس مش كتير، علشان خاطر انا كن عندي كام قرن كده مع الليمون والزيتون. في الوقت دوت البطرمان طلع كبير صغير شوية فنقلته في حاجة كبيرة. المية بقى بتاعت الفلفل حطيتها بالشكل ده، هي ديت اللي هتخلي الطعم حكاية. جبت معايا اللتر من المية، حطيت عليه 4 معالق من الملح. لكل لتر مية بياخد 4 معالق، انا هنا دول 2 لتر، فحطيت عليهم 8 معالق. ممكن يكون الكاميرا ما جابتش كويس. هصب بقى المية، والمية ديت يفضل اللي هي تكون مغلية وسايباها تبرد. يعني اول ما تنوي اللي انت داخله تعملي المخلل اغلي شويه ميه حلوين كده وسيبيهم يبردوا خالص.
بعد كده بعد ما حطيت الميه وما مليتش البطرمان للاخر لاني لسه هيتفاعل، حطيت شويه من الزيت ورحت بقى حاطه كيس بلاستيك وقافلاه. هيستوي معاكي بعد 10 ايام، بس انتي بعد يومين دوقيه كده وشوفي الملح بتاعه عامل ازاي، ونفتحه مع بعض ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسيش